أم خدعت طفليها بلعبة بريئة ثم تركتهما وحدهما وسط الغابة في جريمة هزت أوروبا، في حادثة صادمة هزت الرأي العام الأوروبي. اختفت أم فرنسية تدعى مارين روسو رفقة طفليها الصغيرين بشكل مفاجئ بعدما غادرت منزلها في مدينة كولمار الفرنسية دون أي تفسير، تاركة ابنها الأكبر خلفها. الأب الذي كان منفصلا عنها شعر بأن الأمر ليس طبيعيا، فسارع إلى إبلاغ الشرطة لتبدأ رحلة بحث معقدة عبر 3 دول أوروبية. التحقيقات كشفت أن الأم تنقلت بالسيارة من فرنسا إلى إسبانيا ثم إلى البرتغال، قطعة أكثر من 2000 كيلومتر. لكن الصدمة الحقيقية كانت في البرتغال. هناك أخبرت الأم طفليها أنهما سيلعبان لعبة كنز داخل منطقة غابوية نائية، وطلبت منهما البحث عن شيء مخفي بعد أن غطت أعينهما بعصابة. وما إن انشغل باللعبة حتى غادرت المكان رفقة شريكها، تاركة الطفلين وحدهما وسط الخوف والظلام. الطفلان وجدا نفسيهما تائهين وسط الغابة، يبكيان ويصرخان طلبا للمساعدة قبل أن تتمكن السلطات من العثور عليهما وإنقاذهما في الوقت المناسب. القضية أثارت غضبا واسعا في أوروبا، خاصة بعد تداول تفاصيل مرعبة عن طريقة التخطيط والخداع التي استعملت لاستدراج الطفلين والتخلي عنهما بهذه القسوة. فمدينة كولمار الفرنسية كانت وحدة المرأة سميتها مارين، عيش مشاكل كبيرة مع طليقها، ولكن حتى واحد ما كان متوقع شنو غادي تدير. نهار من النهارات خدات جوج وليداتها الصغار وخرجات بلا ما تقول لحتشي حد فين غادية غير ولدها الكبير خلة فدار. وهنا بدأ الشك. الأب حسب لكاين شي حاجة خطيرة، خصوصا ملي بقن كي عيط ليها والتليفون مطفي. ما ضاعش الوقت ومشى مباشرة للبوليس. البحث بدأ بسرعة، وشرطة وليتك تقلب عليها ففرنسا كاملة. ولكن الصدمة كانت أنها ما بقاتش حتى ففرنسا. الكاميرات بينات بلي دست لإسبانيا، ومن بعد للبرتغال قطعة أكثر من 2000 كيلومتر بالسيارة. الشرطة كانت كتبان ليها القضية بحال فيلم رعب حقيقي، ولكن الكارثة الكبرى كانت في البرتغال. الأم دخلات مع وليداتها لغابة بعيدة وما فيها حتى روح. الأشجار طوال، الضبابك يغطي المكان، والصمت مخيف بطريقة غريبة. ومن بعد قالت لوليداتها غادي نلعب لعبة الكنز. الطفلين فرحوا حيث ما كانوش عارفين شنو كيتسناهم. غطات ليهم عينيهم بعصابة وقالت ليهم يقلبوا على الكنز لي مخبي وسط الغابة. وما إن بداو كيجريوا ويقلبوا حتى رجعات للسيارة وهربات مع راجل كان معها. الطفلين بقاو بوحدهم وسط الغابة. الليل بدا كيهبط، والأصوات المرعبة ديال الحيوانات من كل جهة. الصغير بدا كيبكي ويقول ماما فين مشيتي؟ أما أخوه شد فيه وهو مرعوب كي يشوف غير الظلام قدامه. بقاو كيغوتو بالساعات حتى سمعهم واحد الراجل قريب للغابة وعيط للشرطة. رجال الإنقاذ دخلوا بسرعة ولقاو الطفلين مرعوبين بردانين وكيترشوا من الخوف. القضية صدمات أوروبا كاملة، والناس ما قدروش يفهموا كيفاش أم تقدر تخدع وليداتها بهذه القسوة وتخليهم يموتوا بوحدهم وسط الغابة. ولكن الحاجة لخوفات الناس أكثر. هو أن الطفلة الصغيرة قالت للشرطة جملة غريبة بزرف. ماما قالت لينا إلى لقينا الكنز غادين بقاو في الغابة للأبد.